فاكر انت وقت ما كنت في المدرسة، سواء انت او الشخص اللي كان بيعمل كده اللي هو بكل فخر كان بيقف يتضرب بثبات انفعالي مهما كانت قوة الضربة؟ فاكر انت حاجة زي كده؟ حاجة زي كده انت كنت بتستغربها حتى اذا كنت انت نفس الشخص ده في حد ذاتك، ان انت بتتضرب الضربة بتوجعك، في نفس الوقت واقف بكل ثبات ومختار انك تقف كده ومختار انك ما تتألمش، انت اللي مختار. فلو بصينا الموقف ده وبصيته لحياتك صدقني ممكن حياتك تتغير 180 درجة، بحيث إن في نظرة بسيطة كده لو أمالك هتعرف إن أنت صاحب القرار في كل حاجة في حياتك، حرفيا في رد الفعل وفي الفعل بحد ذاته. ولكن كل حاجة لازم ليها تمن. فكرة إنك أنت ولنفرض مثال صعب، لو أنت مش راضي على الوضع في البيت بتاعك أنت ممكن بكل بساطة تسيب البيت. ولكن هل هتقدر تتحمل مسؤولية إنك أنت تقف في الشارع، وإنك أنت لسه تدور على الشغل، وإنك هل هتقدر فعلا تتحمل مسؤولية حاجة زي كده؟ أه باختيار، بس مسؤولية كبيرة جدا. وهنا الفكرة، نيجي لنقطة رد الفعل. كذلك بالنسبة للموقف ده، إزاي رد فعلك ما يكونش في وضع انت حابب تخرج منه، ولكن الخروج منه هيعرضك لمسؤولية انت ما تقدرش تتحملها في الوضع الحالي. دي نقطة لو انت عرفت فعلا ازاي تتعامل مع رد فعلك، زي ما ممكن وقت ما انت كنت بتتعامل مع رد فعلك وانت في الفصل بكل فخر واقف بتتضرب وكده، رغم ان الضربة بتوجع مش كانت بتنسى، لا، وكان ممكن المدرس بعند اكبر يضربك، ولكن كنت بتفضل ثابت كده. فهي دي الفكرة، الحرية هي فكرة المسؤولية لا أكتر ولا أقل. فكرة مسؤولية ردود أفعالك في الظروف اللي أنت مش متحملها، وتحاول تتحكم في ردود أفعالك بحيث إنك أنت على الرغم من البيئة تكون زي النبتة اللي بتطلع بين الحجارة. وبعد ما تهيأ نفسك بحيث إنك لو انتقلت من إنك تنتقل لوضع أحسن، تكون المسؤولية اللي هتكون عليك أقل وما تكونش ضارة، وبتقدر ممكن نقول تستحملها عن اللي هو الوضع اللي أنت فيه الحالي. فده الاختصار على قد ما الموضوع هيكون صعب، على قد ما في حاجات كتير في حياتك ممكن تكون صعبة. ولكن أنا بالنسبة لي على قد ما حياتي أيا كان وأي اللي حصل واللي هيحصل صالحت مع الماضي، بحيث ان انا بصيت في كل حاجه ان انا فعلا كان عندي الاختيار. وزي ما ذكرت في المثال الخاص بان انا إن اللي هو حوار لو حد مش راضي على البيت كده ممكن يختار، ولكن في كميه مسؤوليه في المقابل. فانا بصيت لكل الماضي اللي كنت ممكن جزء منه مش راضي عليه، وبصيت لنفسي وعرفت. ولو اتأملت بجد تعرف إن كان في أكتر من فكرة أنت كنت وقرار كنت تقدر تاخده، بس أنت كنت عارف إنه يحط مسؤولية عنك أكبر. الوضع الحالي مسؤولية إنك تتحمله أقل، فاخترت إنك تفضل في الوضع اللي أنت متضايق منه. فبالتالي ما تشتكيش ولا تفتكر الماضي ده من النظرة دي، ولكن كل اللي تقوله إن ده وضع كنت في وضع ما قدرتش آخد القرار الصعب، عشان كان بالنسبة لي الضغط اللي هكون فيه تحت المسؤولية أكبر من الضغط ده. فبالتالي حتى وقت ما تستذكر الماضي، ضغط النفسي والذكريات هتكون أخف، على الرغم من إنك ممكن تخش في نهج تاني، وده ممكن أبقى أتكلم في الموضوع ده، إنك تعرف نفسك وتعرف الحاجات دي حصلت معاك وإيه تأثيرها على شخصيتك الإيجابي وإيه دروس، فبالتالي كمان تعرف وتحل المشاكل دي أكتر. ولكن ده حوار تاني. ولكن مختصر الكلام، هو بالنسبة لي أنا شخصيا من وقت ما خدت مسؤولية، اللي هو قرار إني آخد مسؤولية كل أفعالي، وأبص لقراراتي وأبص لكل وضع أنا فيه، وأبص للقرارات وحجمها، وأختار أنا بنفسي وأكون متحمل إن أنا بنفسي أنا اللي أختار الضغط اللي أتحط على الضغط ده مؤقتا لحد ما ألاقي وضع أحسن، أو بنفسي إني آخد القرار ده وأروح أعمل هشيل مسؤوليته حتى لو في الآخر طلعت غلط. أيا يكن، المقصد إنك لو أنت فعلا عايز تحس بالحرية بجد، هتبدأ بإنك تتحمل مسؤولية كل حاجة في حياتك. وطبعا الموضوع ده صعب جدا،
ما انكرش ان الان الموضوع مش كامل بالنسبة لي، ولكن هي الفكرة وقت ما اي حاجة بتحصل بتبقى على قلبي زي العسل زي ما بيقولوا، انا اللي مختار كده. لكن عكس ما تحس انك مجبر، لان هي الفكرة وقت ما انت بتحس ان يبقى في خيار انك مثلا تترك المكان اللي انت مش راضي بيه، ولكن تفكر بالعقل ان المسؤولية والضغط هيبقى اكبر، فتقرر بعد كده على اساس تفكيرك ده انك خلاص في الفترة دي هتتعامل مع الوضع الحالي لحد ما تحسن نفسك، مش تستنى لحد ما حاجة تحصل، لا وقت تحسن نفسك رغم البيئة. فهنا بحد ذاته الضغط بيخف، فبيخف نتيجة إنك أنت بنفسك اللي قررت إنك تختار البيئة اللي أنت فيها، مش إنك سبت نفسك وقفلت على نفسك كل الحاجات. بس